شي حاجه رفيعه كتطلب الوقت ديال التنبيت ومن خلال الخدمه ديال المعلم بحال الدزيري والدبانه، بحال الخدمه ديال شي حاجه ديال المبو. بحال هذا الصاري. صاري دابا هذا غير تبغى غادي تخيط. غادي تخيط. ايوا تخيط عليك اخي شويه لان حيت غادي تخيط نونطروز ما حتى شي حاجه غادي تجمع. ديري له غير الديري ولا التيفا قريب ديري حيت مشارجي. مخيطه بالدزيري بسقلي بيض وسقلي صفر والمزونه باللوان. Regardez, il y a d'ailleurs ici une très belle collection de caftans, ce qui nous permet de nous faire une idée du raffinement des tenues féminines. D'origine ottomane, le caftan apparaît au Maroc précisément sous le règne de Moulay Ismaël. Mais il est alors seulement porté par les hommes. وعندها تاثيرات عثمانيه، مع انه احنا العثمانيين ما كانوش يحتلوا المغرب، ولكن بحكم انهم احتلوا الجزائر بزاف ديال العائلات التركيه اللي كانت عايشه في الجزائر كانت هاجرت في الاحتلال الفرنسي الجزائر للمغرب واستقرت في تطوان. فتطوان كتجبروا فيها بزاف ديال العادات عثمانيه وتقاليد عثمانيه كتجسد بالخصوص في الطرز ديال تطوان اللي كيطرزوه على الحرير، وهي الطرز اللي كيتسمى التعجره التطوانيه. عادة كتخدم على الحرير وكتخدم ب 11 ديال الالوان ديال. ففي اللباس هناك ما يسمى بالقفطان والمنصوريه، وهذا اللباس هذا جاءنا من الاتراك في عهد المنصور الدهبيل الذي كانت له علاقه مع الاتراك. فالقفطان كله بهذه الطريقه كان يلبسه الرجال وكانت تلبسه النساء، وورثناه وبقي اليوم. واذا سالت فاسيا اليوم عن اصل هذا القفطان يقول لك هو اصله هو مغربي 100%، هو في الواقع جاءنا من المشرق. فبالنسبه للقفطان فهو ذو اصول تركيه وكان مقتصرا، يعني كان لباس رجالي. القفطان بصفه عامه هو اصلها عثماني، بحكم ان هذا القفطان اللي كانت الميزه ديالو الموحده هي اكمام طويله واسعه وبلباس طويل ومحتشم. هذا اللباس كنا كنشوفوه بالاخص في القصور العثمانيه اللي كانت كتهدى على اساس انه توب كابي في اسطنبول، وكان لباس قيم للغايه لدرجه انه كان كيتقدم كهديه للناس اللي مسؤولين والناس اللي عندهم واحد الثقل في المجتمع. شنو البحوث ديالي اللي بحثت ان القفطان الاصل ديالو الاصل كيرجع للتركيين، يعني والترك يعني هما دازوا من الجزائر. المغاربه حتى هما يعني عندنا القفطان ديالنا اللي هو الاصل ديالو التركي، غير نقدروا نقولوا بان المغاربه بدعنا فيه شويه.